ايوه هي دي شقه 4. ايوه مين؟ ايوه يا استاذ احمد، كنت طالبه اوردر معاك زبون. انت جبت البن؟ جبته. طيب هات. اتفضلي يا استاذ. ماشي ثانيه واحده بس بعد اذنك هجيب الحساب لحضرتك. ماشي اتفضلي. دي كفيفه دي ولا ايه؟ ايوه هي دي الفلوس. ايه ده؟ ومين الدليفري اللي واقف عند شقة ليلى ده؟ بعدين هو بيعمل ايه؟ يا خبر ابيض، ده بيصور، ده لازم انا اصوره. اتفضل لو سمحت، ممكن حضرتك بس تاخد الحساب وتديني باقي الفلوس؟ حاضر يا استاذ. انت جايب الفلوس دي كلها ليه؟ خد ما انا اتفضلي. مش عارفه والله. شكرا. ماشي. خد هنا يا استاذ. يا استاذه في ايه؟ انت كنت واقف هنا بتصور ايه؟ بصور؟ لا بصور انا كنت بحسب الحساب بس. يعني انت متأكد انت كنتش بتصور حاجة؟ لا ما كنتش بصور. ماشي. بابا الحقني يا بابا. ايه يا بنت في ايه؟ بص بسرعة اتفرج على الفيديو ده. ماله ده؟ مال واحد واقف في تليفون، ايه مشكلته يعني؟ تليفوني يا بابا، ده بيصور ليلى تحت يا بابا. دايما بتسيء الظن في الناس، الروايات البوليسيه اللي انت عايشه فيها دي مش هتسيبك، ليه هيصورها ليه يعني ان شاء الله؟ دلوقتي يا بابا انا كنت طالعة على السلم وانت عارف ليلى كفيف وانا ما قدرتش اعمل حاجة، لقيته بيصورها بياخد منها الفلوس. يا بنت وليه تسيء الظن بالناس؟ يمكن بيحسب حاجه على التليفون ولا اي حاجه، وبعدين احنا مالنا احنا؟ وقال احنا مالنا يا بابا، ساكت عن الحق شيطان واخر. انا عايزه ايه يا نور دلوقتي؟ ما توجعيش قلبي. نزل يابا يدافع عنها. ندافع عنها؟ يا بتتخانق، مش الراجل مشي وخلاص؟ لا يا بابا، بس حرام نشوف جارتنا في الحالة ديت وما نعملش حاجة، وهي كفيفة. تعالي بس كده، هدي نفسك وتعالي قولي. يا ابني مش هتقول لي مالك؟ مفيش يا عم كريم، انت ماسكني مالك مفيش يا عم كريم، عايز ايه؟ لا ما انا مش عايزك بقى في وشك كده، انا عايزك تفتح دماغك معايا عشان عايزك في موضوع مهم. طب قول يا عم كريم، ايه الموضوع المهم يعني؟ بص صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. انا كنت بدي اوردر عندكم في الشارع هنا في اخر الشارع، ماشي. وعجبتني واحده وانا بدي لها الاوردر هو انت فصورتها. هو انت اي اوردر بقى تروح هناك حد يعجبك كده الموضوع جاي معاك؟ يا عم انا بقول لك، هو انا بص مش بقول لك ايه في الاول، ما انا بقول لك انا عايز اتقدم لها. ماشي. في الشارع عندنا؟ بس هي فيها عيب صغير. ايه العيب الصغير؟ هي شكلها كفيفه ما بتشوفش. كفيفه؟ هو المشكله يا ابني ما انا اختي برضه كفيفه. ما انا مش بقول لك يا عصفور، ما انا بحكي لك يا عصفور. أيوة. عشان تقول لي اعمل طب ايه. ساكنه فين يعني؟ في شارعنا الشارع الكبير؟ ما اعرفش يا عصفور، انا كنت ماشي على اللوكيشن ببص لقيت نفسي في الشارع عندكم. طب وصف لي شكلها، قول لي اي حاجه عنها طبعا يا عم كريم. يا عم انا لسه هوصف لك شكلها، انا كده مصورها اهي. صورها؟ يا ابني انت لو حد شافها هيعمل لك حوار. يا عم حوار ايه يا عم؟ ايه ده؟ ايه يا عصفور في ايه اللي انت عملته ده يا كريم؟ عملت ايه يا عصفور في ايه يا عصفور؟ دي اختي يا عم كريم. انت تعبان في دماغك ولا ايه يا عم كريم؟ اختك ازاي يا عصفور؟ اختي ازاي؟ اختي زي الناس يا عم كريم، اللي اختي ازاي؟ طب يا عم اهدى يا عم، وانا في بدايه الكلام يا عصفور قلت لك انا عايز اتقدم لها على سنه الله ورسوله. مبدئيا بس امسح بس الصوره دي كده الاول. يا عم الصوره اعتبرها اتمسحت يا عصفور في ايه؟ طيب ما انا بتكلم معاك وانا اتكلمت على وحش يا عصفور. انت ازاي تعمل حاجه زي كده يا عم كريم؟ انت اي حد بقى تشوفه تصوره يا عم كريم؟ يا عم انا بقول لك انا صورتها عشان هي عجبتني بس، وكنت عايز اروح اتقدم لها. طب ما تخش البيت من بابه يا عم كريم، ايه اللي تصورها؟ طب انا اعرف منين يا عصفور؟ ما انا جيت قلت لك اول واحد اهو يا عصفور. طب امسح لي بس بعد اذنك الصوره ديت. التليفون ده لو كان وقع منك ولا كان حد لقاه وشاف الصوره ديت كان يبقى شكلنا يا عم هي الصوره اعتبرها اتمسحت يا عصفور. انت هي الصوره اتمسحت يا عصفور. خلاص يا عصفور انا هنزل يا عصفور. السلام عليكم. روح يا عم توكل على الله. شوف اخرتها معاك يا نور، كل شويه تعمل لي مشكله. عصفور. ايوه عصفور. ايوه يا عم هاني، ازيك؟ ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ الله يخليك. يخليك. بقول لك كان في موضوع كده كنت عايزك فيه. امرني. الامر لله وحده. طب ما تيجي، طب خش اتفضل. لا طيب ربنا يبارك لك، عشان بس ورايا تعالى. هو مشوار. انت بتيجي كل يوم عماني؟ يا ابني ربنا يبارك لك، ما توجعش قلبي. كان البنت بنتي كان في تقريبا حد عندكم هنا طالب اوردر، والراجل بتاع الاوردر كان بيصوره، والبنت بنتي شافته فجت قالت لي، انا بيني وبينك انت عارف انا ما بحبش ادخل نفسي في مشاكل، بس ما قالت لي يا بابا احنا ما نضمنش الظروف اللي يكون بيصور حد كده ولا كده. قلت لها يا بنتي خلاص انزل اشوف. الكلام ده ايه اللي انت بتقوله ده يا عماني؟ والله يا ابني ورتني بنتي الفيديو معاها كمان، لو عايز اجيبه لك اجيبه لك. عم انا كنت عايز اتكلم معاك برضه في الموضوع دوت. انت يعني في مقام والدي. قول يا ابني ما تخبيش، اكيد الواد ده عمل لكم مشكله صح يا كده؟ عم هنهدى بس، ولا مشكله ولا حاجه. الواد اللي جه دوت صاحبي بصراحه. صاحبك وازاي عامل كده يا محمود؟ يا عم انا هكمل لك بس الموضوع لفيف لدماغي. هي فيها تكمله يا محمود؟ يعني صاحبك هو عارف ان انت صاحبه ويجي يصور اختك كده؟ هو الراجل يعني داخل البيت من بابه وهو ما يعرفش. يعني ايه داخل البيت من بابه؟ مش فاهم يا محمود. هو انت عمال توديني وتجيبني ليه يا ابني؟ هو الواد دوت كان بيدور على بنت الحلال، تمام؟ ولما جه شافها هو شافها على كده خفيفه، تمام؟ فهو انا مش عارف اعمل معاه ايه بصراحه. انا زعقت له قصدي يعني هو قصدك عايز يتقدم لاختك يعني؟ وانا زعقت له ومشيته بصراحه. انا مش عارف اللي عملته ده صح ولا غلط. طب وليه يا ابني؟ طالما يعني هو عارف اللي هي كفيفه ومع ذلك يتقدم لها برضه؟ طب ما غلط كده محمود، المفروض كنت تاخد راي اختك الاول. ما انا يعني هبليه يعني. هو مش تبليه يا ابني، لا خد راي اختك يا اخي، يمكن طالما هو شافها كده يعني ربنا يوفق القلوب يا حبيبي. ما تنده لاختك طيب كده ناخد رايها. معلش ندهلك عليه. معلش يا ابني.
سبحان الله، كنت بسيء الظن بالراجل طلع جاي يتقدم لها. يا ليلى يا ليلى، ايوه يا محمود، في ايه؟ قومي كلمي كده عم هاني، دي واحده على الباب. في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، كلمه، هو كان عايزك في موضوع كده. ماشي. فين يا ابني؟ ايه يا ليلى يا بنتي؟ ايوه يا عم هاني، خير؟ في حاجه؟ اخبارك يا حبيبتي؟ الحمد لله. بص يا بنتي، انا هلخص لك القصه كده عشان جايز اخوكي محروج منك او محروج يتكلم معاكي. في شاب محترم كده بتاع ديليفري جاي طالب ايدك وجاي يتقدم لك بمعنى الاصح. طب وانا هعرفه منين يا عم هاني؟ ده انا حتى ما شفتوش يعني. ما هو بص يا بنتي، هو صاحب اخوكي وكان في سوء تفاهم حصل كده، اللي هو صورك من غير ما يعرف، اللي هو كان بيديك الاوردر عامه. يا لهوي، يعني في حد معاه صوره ليا؟ يا بنتي فهميني، مش هيعمل حاجه، ده الراجل قصده شريف اللي هو صور الصوره وكان بيوريها لاخوكي يعني عشان يقول له فلانه دي ساكنه عندكم في البيت. طب وهي دي طريقه يعني يجي يتقدم بقى يا عم هاني؟ شكلي بقى انا ايه دلوقتي قدام اخويا؟ يا بنتي ما اخوكي كده كده عمل معاه مشكله، ده انا جاي بكلمك عشان يا بنتي نلم الدور دوت. وطالما يا بنتي ما تزعليش مني، يعني حد شافك في الظروف اللي انت فيها دي ووافق عليك، يبقى ده بني ادم شاري، مش مستاهله بقى نسال ولا وبرده في الاول وفي الاخر نسال عليه. انتوا مش دايما بتعتبروني مكان ابوك الله يرحمه؟ ايوه طبعا يا عم هاني، بس انت تقصد بكلامك ده يعني؟ يا بنتي يعني احنا هنجيبه ونقعد معاه ونشوف دنيته فيها ايه، طلع محترم وكويس خلاص يا بنتي نتوكل على الله. ماشي يا عم هاني، وانتوا شايفين اللي انا مش شايف ان عم شايفاه؟ هاني بيتكلم الصح بصراحه. بص يا اللي انتوا بنتي، شايفينه. احنا عينيكي اللي بتشوفي بيها، احنا فعلا. هنشوف احسن من انت. بصي من انت تشوفوا، احنا خبره في الحياه. انت محمود يا ابني، انت تتصل بيك تجيبه ونقعد معاه قعده كويسه كده ونشوف يا ابني دنيته فيها ايه ونيته فيها ايه، وهيبان خلاص. انت شايف ان كده صح يا عم هاني؟ ايوه يا ابني، هو ده صح الصح. ما تزعلش من اختك لو قعدت كده 100 سنه، ما هي قاعده في البيت يا ابني ما بتنزلش، مين اللي هتقدم لها؟ ما تزعلش مني، انا مش بلومك على حاجه ولا بعايرك، طب انا كنت بس عايز انا بقول لك الصح. استاذنك معلش، يعني مع احترامي ليك، هو موجود كنت عايزك تبقى تيجي برضه. يا ابني انا اساسي موجود في الليله ديت، ما تقلقش، انت بس اتصل بيه وهاته وساعه ما تجيبه رن عليا. بامر الله. خلاص خلصان. يلا، السلام عليكم. عايزين اي حاجه؟ السلام عليكم. انا ما اعرفش ايه الطريقه اللي هم هيجوزوني بيها دي، انا بقتش فاهمه حاجه بجد. يا ليلى، ايه يا محمود، انت شايف ايه بقى؟ انت ايه رايك في اللي عماني بيقوله دوت؟ انا بصراحه رايي من رايكم، يعني انتوا شايفين اللي انا مش شايفاه. هو الواد بما يرضي الله الواد كويس، يعني انا ما اعرفش عنه غير ان اللي هو الواد ماشي صح وعايل بما يرضي الله يعني كويس. طيب خلاص، اتكل على الله. الخير يا فندم، الاوردر اللي حضرتك طلبته. تمام، حسابه كام ده؟ 70 جنيه. طب ثواني اخش اجيب لك الفلوس، امسك كده. ماشي يا فندم، اتفضل. ركزنا بسرعه، هو في ايه؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت بتبرق ليه كده جوه؟ مش ببرق ولا حاجه. امال ايه؟ طب في ايه؟ حسابك كام؟ 70 جنيه. امسك. 100 جنيه ايه؟ 30 جنيه علشانك، يلا ما اشوفش وشك هنا تاني. ممكن اسالك بس سؤال؟ خير، عايز ايه؟ هي دي بنتك اللي جوه دي؟ انت مالك؟ انت بنتي؟ اه بنتي. يلا غرف ده، والله لا اتصل بالمحل اخليهم نروح يرفدوك أنا عشان بس- تدخل في اللي مالكش فيه. يلا غرف ده يجري. البنت ولا مش بنت؟ والله انا ما مرتاح للراجل دوت. استغفر الله العظيم يا رب. بالك يا استاذه لو سمحتي، اتفضل. هو انت تعرفي الحاج اللي هنا دوت؟ عم هاني راجل كويس جدا وعايش لوحده. لوحده؟ لوحده ازاي؟ ده انا داخل كنت مديله اوردر وفي بنت شكلها متكتفه جوه او حاجه. بنت مين؟ عم هاني هنا عايش لوحده والعماره كلها عارفه ان هو عايش لوحده. لا والله ما لوحده، ده في بنت جوه وطلعت لي ورقه كده انقذني. معرفش. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه والله. انت لو مش متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده هيحصل نسبه كبيره. لا والله متاكد. طب تعالى نشوف. امسكي يا بنت الاكل بتاعك اهو، حاضر يا عم. وانا هخش جوه عشان برضو تبقى على راحتك، تاكلي براحتك، هجيب لك ميه، وشوفي لو عايزه شاي ولا اي حاجه اندهي بس عليا، ماشي؟ طب طالما يا عم حضرتك بتعاملني كويس، مش عايز تسيبني اروح ليه؟ بعدين يا بنتي تعرفي الكلام دوت، انت هنا امن مكان ليكي. اصل انت بصراحه يا عم بتجيب لي كل حاجه انا نفسي فيها. يا بنتي ماشي، ما انت تعتبري زي ضيفه عندي، لازم اجيب لك كل حاجه نفسك فيها يعني، امال يعني حاجه نفسك فيها مش هجيبها لك؟ انت متاكد ان هي الشقه دي؟ ايوه وربنا، الراجل كبير بدقني كده. بس الراجل ده محترم قوي، كل العماره عارفه بكده. اه والله. طب استنى نشوف. بعدين انا ما قصرتش معاكي في حاجه يعني. مش عايز اسمع صوتك خالص. شوف مين. طيب 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 طيب. ازيك يا عم هاني؟ ازيك يا سلمى يا بنتي؟ ممكن بس اجيب لي كوبايه ميه عشان مش قادره ريقي انت ناشف. عماله تبص عليه في حاجه ضايعه منك ولا ايه يا بنتي؟ لا انا بس عطشانه مش قادره ريقي ناشف. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك تاني يا ابني؟ انت عارف الواد ده؟ ده هطلع دلوقتي اكتب له شويه حاجات يجيبها لي. ماشي يا معلش بنتي. يا عم، انت عايزه هاتي. شويه ميه يعني؟ معلش ساقعين. كمان تنكوا علينا؟ ماشي. خد يا سلمى يا بنتي. ايه ده؟ هي راحت فين يا ابني؟ لا طلعت تكتب لي شويه الحاجات اللي انا هجيبهم. طب هي طلعت وانت ما طلعتش معاها ليه؟ ما هي هتنزل، انا كنت عايز اشرب بس. هو انت اللي عطشان؟ وانت مفيكش لسان تتكلم يعني؟ جايب لي واحد معاك محامي؟ امسك اشرب، ما اشوف اخرتها بقى. مش عارف اليد مش مرتاح لك يا مش عارف. شفت انت كنت محبوس هذا قبل كده؟ يالا
انت ليه يا حاج بتقول عليا كده؟ انا محترم. ماشي طب يلا اتكل على الله يا محترم، يلا مش هشوف وشك تاني يا عم. شكرا، ربنا يبارك لك يا رب. مش عارف ايه الاشكال اللي بتتحدف علينا دي، مش عارف ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي. الحمد لله. الف هنا يا بنتي. كلت تسلم شبعتي؟ ايدك يا عم. عايزه محتاجه اي حاجه تاني؟ كنت هقوم بس اعمل لك كوبايه شاي. لا خليك انت مرتاحه، انا هعمل لك كل حاجه. ماشي يا عم. ماشي مش مشكله، هنبنى ثواب. كوبايه شاي؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا مش عارفه، انا زي مش عارفه انت بتعملي هنا ايه؟ هو انا اخر مره كنت فاكراها ان عمو دوت شربني حاجه وبعد كده نغمى عليا، وبعد كده لقيت نفسي جيت هنا، بس هو خاطفني ومش راضي يمشيني. ازاي خاطفك وازاي طالب لك اكل وازاي مش عايز يقومك ويخليك انت تقومي تعملي شاي وهو دخل عملهولك؟ ما انا مش عارفه، ما هو ده اللي انا مستغرباه، انت ممكن انت اللي تساليه. ما انا اكيد هساله، ما هو طبيعي يعني كل العمر عارفه ان هو عايش لوحده. معلش بقى يا بنتي ما لقيتش شاي، عملت لك عصير. ايه ده؟ اللي جاب البنت دي هنا؟ يا خبر ابيض، وبيحكوا في ايه؟ ما تخافيش انا هحل لك المشكله دي. ايه ده استاذه سلمى؟ ايه يا عمو هاني؟ انت حضرتك دخلتي هنا ازاي؟ ده انا قافل الباب يعني بالمفتاح. لا ما انا دخلت لما انت دخلت جبت لي ميه. طب ايه لازمه لعبه القط والفار دي يعني؟ في ايه؟ اصل يا عمو هاني بتاع الدليفري قال لي ان انت معاك بنت جوه واحنا كلنا هنا عارفين ان انت عايش لوحدك، فانا دخلت اعرف مين البنت دي. وهي طبعا بتقول لك انا مخطوفه وكده. بصراحه ربنا يا عمو هاني وانا عايزه افهم منك. طب ممكن تقعدي بس هفهمك القصه؟ ماشي يا عمو هاني بس ما تكدبش مش عليا. هكدب عليك والله. اقعدي امسكي يا ماشي بنتي. يا عم. معلش ما لقيتش شاي فجبت لك عصير، وقبل ما انزل بجيب شاي. بص يا بنتي القصه وما فيها، اللي انت طبعا عارفه اللي انا مطلق من زمان، ايوه. ودي بنتي. وطبعا امها لما انا طلقتها كانت صغيره ما تعرفنيش، فسمعت الناس قالوا لي جيرانها يعني اللي هي هتسافر وتسيبها، فهتسيبها مش هينفع تعيش مع جوز امها. ايوه طبعا. لان انت طبعا الناس كلها عارفه اللي هو راجل مش كويس. فانا جبتها يا بنتي، جبتها بطريقه يعني ما كانش ينفع اجيبها بيها، بس هو مش ينفع الا هي الطريقه دي لان هي ما تعرفنيش. فجبتها تعيش معايا لحد ما امها تيجي بالسلامه، وهشوف هتقدر تحافظ عليها هتحافظ، مش هتحافظ تعيش معايا معززه مكرمه. وزي ما انت دخلتي كده انا مش مقصر معاها في حاجه. انا قصرت معاكي في حاجه يا بنتي؟ لا طبعا، يعني انت بابا. انا ابوك يا بنتي والله، بس انا ما حبيتش اقول لك كده يعني. بس انت ليه يا بابا يعني خدتني بالطريقه دي؟ انت مقلعني بقالك 4 ايام. طب اعمل ايه يا بنتي؟ ما هو غصب عني، انا غصب عني ما كانش ينفع الا الطريقه دي قدامي. هقول لك انا مهما اقول لك ان انا ابوكي مش هتصدقيني. بقى كده ماما تقول لابوكي متوفي من وانت صغيره خالص؟ معلش يا بنتي، تسلم ايدك يا بابا. هي طول عمرها يا بنتي ست مش كويسه. حقك عليا يا بنتي وكنت مفكره حاجه، بس انا يا بنتي انا قصرت معاكي في حاجه؟ لا لا طبعا يا بابا، انت شايلني فوق دماغك. بس يا سلمى يا بنتي، وانا حتى انا يعني حتى هتلاقيني جوه، يعني انا مثلا بجيب لها الاكل والشرب عشان ما تتحركش مني بخش جوه. معلش يا عمو هاني انا اسفه ان انا فكرت بالطريقه دي واسفه على الموقف. ولا اي اللي حاجه. يا ريت بقى حصل. تفهمي بتاع الدليفري ده، اكيد طبعا تلاقيه مستنيكي بره. ماشي معلش يا عمو هاني. ولا يهمك يا بنتي، الف سلامه.